وبعدها في تقرير تاني صادر عن البيت الابيض في نوفمبر 51. البيت الابيض عمل مجموعه من العسكريين، مجموعه من الخبراء السياسيين بيدرسوا الحاله في مصر، ليه كانوا بيجهزوا انذاك لموضوع منظمه الدفاع عن الشرق الاوسط تحت اسم قياده الشرق الاوسط اللي هتتحول بعد كده حلف بغداد. هم طبعا يهمهم مصر تدخل، بس بالاحوال الاجتماعيه والاقتصاديه الموجوده يبقى مش هيبقى فيه استقرار بالنسبه لهذا الحلف. هذا التقرير اكد مره اخرى على التفاوت الاجتماعي والطبقي في مصر، ولاول مره قرات فيه ان مصر يحكمها المجتمع نصف في المئة. انا كنت فاهم ان الكلام ده كلام بتاع كتب المدرسه كلام جمال عبد الناصر. انا قريته في هذا التقرير، وهو طبعا منشور دلوقتي مجموعه الوثائق الامريكيه. مصر يحكمها مجتمع نصف في المئة. هذا وقال ايه اكتر من كده؟ قال ان حزب الوفد الذي يحكم مصر الان، كان اخر حكومه للوفد، هو اكثر الاحزاب المصريه فسادا التي حكمت مصر في الفتره الاخيره. في ذلك الوقت والله في ذلك الوقت، والله هذا النص يا ريتني جبت معايا التقرير، يعني تقرير من 4 صفحات. حضرتك مفيش مانع ان احنا هذا التقرير ناخد بعد الحلقه نسخه منه ونحطها على الويب سايت بتاعنا للي عايز يطلع عليها. واحنا الويب سايت هنحط عنوانه دلوقتي على الشاشه اللي هو www.capitalclub.tv، بحيث ان هو النهارده نقدر ناخد من حضرتك النص ويكون مشاهدينا يقدروا يطلعوا عليه. طب بمناسبه الوثائق استاذ محمد، حضرتك قعدت 10 سنين بتجمع وتبحث في وثائق الثوره جمعتها من مصر والسودان. في عجاله كده تقول لنا حضرتك ايه اللي كنت بتبحث عنه ووصلت فيه لايه في هذا الموضوع؟ اولا انا كان ليا الشرف ان عملت مذكرات اكثر من عدد من الضباط الاحرار. كان منهم المرحوم اسماعيل فريد اللي رحل من قريب، اللي كان احد الضباط الاحرار وكان سكرتير عسكري للرئيس محمد نجيب من ابطال 48، وهو اللي عمل صفقه الاسلحه التشيكيه فتره من الفترات. وكان وزير شؤون رئاسه الجمهوريه، كان ليه دور مهم في ثوره 23 يوليو. وكان من خلال مجموعه من الوثائق، يعني مثلا كان في لجنه لكتابه تاريخ ثوره 23 يوليو معنا الدكتور عاصم السوقي. اللجنه دي انا حصلت على بعض محاضرها، لان اللجنه دي كانت برئاسه النائب وقتها الرئيس محمد حسني مبارك. كان ليها لجنه فرعيه برئاسه اللواء محمد حسن غنيم مساعد وزير الحربيه في فتره 75. وتم جمع شهادات من جميع الضباط الاحرار اللي كانوا عايشين على قيد الحياه على مجموعه من الاسئله: ما تاريخ بدء تنظيم الضباط الاحرار؟ متى وكيف انضممتم الى هذا التنظيم؟ ما هو دوركم والمهام التي كلفتم بها خلال فتره الاعداد للثوره؟ ما هي المعلومات التي تيسرت لكم عن باقي أعضاء التنظيم في ذلك الوقت؟ ما هي أبرز المواقف والأحداث؟ ما تأثير هذه الأحداث على التنظيم؟ متى تشكل مجلس قيادة الثورة؟ إلى آخره. احترقت القاهرة واحترق معها قد نزلت القوات المسلحة للمدينة. ما هي معلوماتكم عن هذا الحدث؟ هل كان مدبرا؟ أسئلة مفصلة بالوثائق. جمعت معظم هذه المحاضر في سرية تامة، ولا أعلم أين مصير هذه المحاضر الآن. هذه اللجنة اللي شكلت في عهد السادات، وتم جمع شهادات خطيرة من جميع الضباط الأحرار. من هذه الشهادات مثلا اللي حصلت عليها بشكشف مثلا هي شهادات معظمها عسكرية في ورقها الأصلي، يعني الأصلي بالظبط، وصورها الأصلية اللي مكتوب عليها من ورا مثلا مجلس قيادة الثورة، إدارة الشؤون العامة بالقوات المسلحة مثلا. ورق أصلي مكتوب عليه مكتب رئيس هيئة أركان حرب، يعني ورق أصلي من اوراق الفتره دي. الشكري لما زار مصر حضرتك شفت ده طبعا، فبيبين مثلا عن الدور التآمري لجماعه الاخوان المسلمين. ان جماعه الاخوان المسلمين الهضيبي مثلا في زيارته لاعضاء مجلس الثوره، حسن الهضيبي: نسال الله ان يجعل هذه الحركه خالصه لوجهه تعالى، وان يتابع فيها السير حتى تحقق الغايه المقصوده منها الاصلاح. وطبعا بيتكلم في نقطه خطيره جدا: المسؤوليه ليست على الملك ولكن تقع على هؤلاء الأنذال. شوف المحضر بخط إيد الهضيبي، مكتب هيئة أركان حرب، كل واحد بيكتب كلمة تأييد. السياسيين بين قوسين، ده كلام المستشار حسن الهضيبي، لأنهم هم الذين كانوا يمارسون الفساد. يقصد مين بالأنذال؟ بيتكلم على الأحزاب السياسية. يبقى إذا الدور الخطير اللي لعبته جماعة الإخوان المسلمين في ذلك الوقت لتحريض مجلس قيادة الثورة على إنهاء الحياة الديمقراطية أحيانا في بعض المواقف، موثق تاريخيا جيد. النقطة الثالثة المهمة أن النحاس باشا أيد ثورة 23 يوليو. ليس صحيحا إن الحزب الوفد في بدايته، لا، ده دخل أول ما جيب الطيارة من سويسرا
هو وفؤاد سراج الدين أيدوا الثورة وبرضه حرضوهم. إذا هذه الأحزاب التي ادعت فيما بعد أنها أحزاب ديمقراطية وأنها تدافع، هذه الأحزاب أيضا حرضت على حرضت ولا أيدت؟ لا، هي أيدت الثورة وحرضت على خط سياسي معين تمشي فيه. يعني مثلا هنا النحاس باشا بيتكلم عن ان انا طبعا انتم اللي هو الجيش الذين سوف تقضون على الفساد الذي حدث. ده دليل على تأييد حدث في البداية لثورة 23 يوليو من حزب الوفد، وأنتم الذين سترفعون راية الوطن ضد الملك الفاسد. ده كلام طبعا هو عارف ما جوش الا بعد رحيل الملك بالظبط. هم فضلوا قاعدين مستنيين اللي مستني ايه الحكايه الاحداث. لما رحل الملك رجع اول ما جه نزل قابل جمال عبد الناصر ومحمد نجيب وقال انا اريد ان اصافح اليد التي يعني نجحت في تطهير البلاد. يعني نقطه ثانيه مهمه، الكتاب ده مثلا في بعض النسخ ضاعت ميثاق الثوره، ان الميثاق طالع من 52. شوف الفكر العبقري لهؤلاء. وليس صحيح المجموعه الناس اللي بتهاجمها من الكتاب والصحفيين، هذه المجموعه كانت مثقفه وعلى قدر من الثقافه. ولما تقرا حضرتك كتاب اسمه ميثاق الثوره من اقوال رئيس ونائب واعضاء مجلس قياده الثوره، طالع 53 بيجمع سنه عامه على الثوره. طبعا اداره الشؤون العامه للقوات المسلحه كتاب رسمي برضه بيتكلم عن منهج، كل واحد منهم بيقول كلام فكرته والتطور السياسي. ده مبتدي انا شايف مبتدي بصوره محمد نجيب. طبعا بصوره محمد نجيب كان لسه محمد نجيب كان الرئيس اللواء اركان حرب محمد نجيب. يعني هنا انا عايز اقول يعني من ضمن الحاجات اللي الناس بتاخدها على الثوره انها الثوره اسقطت فتره محمد نجيب. يعني في مدارسنا ما درسناش ده. دي من المآخذ على الثوره انها اسقطت هذه الفتره وانها كانت متعمده وما الى ذلك. حضرتك ردك لا الكل كان يعرف ان محمد نجيب مجرد يعني رمز جيء به لسبب او لاخر، لكنه لم يكن هو العنصر الفاعل الذي كان يحكم مجلس قياده الثوره، والذي كان يتولى القياده الحقيقيه هو جمال عبد الناصر، والذي كان يعد الخطط ويرسم ويقدم القوانين اصلاح زراعي او غيره هو كان جمال عبد الناصر، والذي ترأس تنظيم ضباط الاحرار على مدى سنوات طوال هو التنظيم الذي اعد لهذه الثوره ونجح فيها. كان جمال عبد الناصر في هذا الإطار. اسم الرئيس محمد نجيب؟ مين قال انه اسقط اسم يعني انا لا اتذكر ان انا في المدرسه درست ان محمد نجيب كان اول رئيس للجمهوريه في مصر. الكل كان يعرف ان محمد نجيب لم يكن رئيسا للجمهوريه حقيقيا، ولم تكن له اي الكتاب اهو مصطفى. معلش الكتاب اهو يعني في كتاب ثاني برضه هنا كتاب ده في غيره بقى في غيره برضه. يعني حتى هذه الكتب صدرت في زمن الثوره بالاساس سنتين طبعا. يعني ده صدر سنة ايه 54 يعني عامين على الثورة. حد بينكر ان محمد نجيب كان موجودا؟ نعم، لكن قصدي فيما بعد لكنه لم يكن القائد الحقيقي لثورة 23 يوليو. الكل يعرف هذا بالاساس. طيب يعني هو تحمل مسؤولية، حتى لو كان الرجل في فترة من الفترات واجهة